علشان تبقى الامور محطوطه في نصابها الطبيعي وكل واحد يبقى عارف ايه اللي بيدور. امام عاشور عامل فيلم مع ادم وطني الوكيل بتاعه عشان حاجه من اتنين، يا اما علشان يعدل عقده بالقيمه اللي هو عاوزها، يا اما علشان يجيب عقد ويمشي من الاهلي، حاجه من الاتنين دول. فامام عاشور اللي انت شايفه واللي حاصل دلوقتي مع امام عاشور ده فيلم هو عامله مع ادم وطني من الاخر. فالكلام ده ما بيمشيش مع النادي الاهلي، فبنسبه كبيره جدا امام عاشور بره النادي الاهلي الفتره الجايه او الموسم الجاي. امام عاشور بره النادي الاهلي، ده الكلام ده لو ما مشيش في يناير اللي جاي ده. تاني حاجه بالنسبه لمجلس الاداره، القرار بتاع بكره الاثنين ان شاء الله بنسبه كبيره جدا هيكون ترشح للكابتن محمود الخطيب رئيس للنادي، وهيكون خالد مرتجي امين صندوق، وهيكون ياسين منصور نائب رئيس، وسيد عبد الحفيظ هيكون عضو مجلس اداره ومشرف عام على كره القدم في النادي الاهلي. يعني هيكون الكابتن سيد عبد الحفيظ هو المتولي ملف كره القدم في النادي الاهلي بدل الكابتن محمود الخطيب.